السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو زي ما تعودنا تعالوا بينا نصلي على النبي ونشوف فيديو النهاردة زي ما شايفين كده مختلف عن الفيديوهات اللي بقدمها. اوله هنشوف الطفلة الجميلة اللي معانا دي، وهنشوف قد ايه هي شاطرة ومامتها ما شاء الله عليها. قبل اي حاجة لازم نقول ما شاء الله يا جماعة، ربنا يحفظها لأهلها يا رب ويحفظ اولادنا اجمعين. واخر الفيديو في شوية حاجات كده ابتكارات. انتوا عارفين ان الصينيين شطار في اختراع الادوات او الحاجات المنزلية المختلفة، يمكن اول مرة هنشوفها ان شاء الله وهتعجبنا يعني. هنشوف الاول مع بعض ازاي الطفلة اللي معانا دي يعني كأنها قايمة بدور الأم في كل حاجة ما شاء الله. واللي عجبني في الفيديو كمان إن والدتها يعني معتمدة عليها، أو يمكن تكون هي اللي واقفة مثلا وراها وبترشدها أو كده، بس أنا شايفاها هي يعني شاطرة وما شاء الله عليها، بتعمل كل حاجة زي كأن ست كبيرة واقفة بالظبط. برافو عليها وربنا يحفظها لوالدتها يا رب ولأهلها ويحفظ أولادنا أجمعين. ودي حاجة حلوة مش وحشة على فكرة. أنا نفسي ما كنت صغيرة كانت مامتي الله يرحمها بتحب تخليني أعتمد على نفسي، أو كنت بساعد مامتي الصراحة في كل حاجة وأنا صغيرة. يمكن كنت فاكراها لعبة أو كده، وكنت بفرح لما بعمل الحاجة. بس الصراحة عشان أكون صريحة، موضوع إن أنا أقف على البوتاجاز وأمسك سكينة دي أنا شايفاها يعني إيه كبيرة شوية عليها، معرفش، دي وجهة نظري يعني الواحد هيخاف على الطفلة اللي زي دي من مسكة السكينة وتقف على البوتاجاز وتشيل الأطباق سخنة كده. بس ربنا يحفظها لأهلها يا رب، ونشوف أولادنا كلنا أحسن الناس يا رب. هي خلصت طبخها وزي ما انتم شايفين كده راحت توزع على الناس، يعني علمتها ما شاء الله عليها بجد، يعني حاجة حلوة والله. بتعلمها شغل البيت وفي نفس الوقت بتعلمها ازاي انها تساعد الناس او تقف مع الناس او تطلع صدقة، حاجة جميلة. هنا بقى بدأت تدخل المطبخ تاني وهتعمل لهم اكل تاني. تعالوا نشوف مع بعض، بس المرة دي والدتها ايه هتحاول تساعدها شوية. تسلم ايديها وبألف هنا وصحة على قلبها يا رب. هنا بقى الست بقى اللي معانا، مش هنقول الطفلة بقى، فرحانة او ماشية سكة كده زي ما انتم شايفين. قال ايه راحت تسوق الست اللي معانا. بس اتمنى بجد، يعني اتمنى لما تكبر يكون عندها نفس الشغف والفرحة دي لما تكون رايحة السوق، تجيب الخضار، تجيب الطلبات اللي محتاجاها، يكون واقفة في المطبخ تروق البيت. هي يمكن دلوقتي فاكراها يعني لعبة او كده، بس ما شاء الله ربنا يحميها يا رب. بجد برافو عليها وبرافو على والدتها ان هي بتحاول يعني تعرفها الدنيا ماشية ازاي. يمكن لسه صغيرة، بس هي تقريبا الطفلة عاملاها يعني زي لعبة او مسلية، او ممكن هي تكون كمان غاوية كده، لان طبعا احنا دايما بنقعد نقول لعيالنا ادخلوا اعملوا ما اعرفش ايه، ما بيرضوش يعملوا، انما هي ممكن تكون حابه الموضوع. يا رب تفضل كده. بس هنا بقى المشتريات اللي راحت اشتريتها زي ما شايفين كده، راحت بقى جابت شويه حاجات للبيت. ما هي قايمه بدور بقى الايه الست صاحبه البيت او ست البيت يعني. دلوقتي صحيت من النوم، دخلت زي ما انتم شايفين كده، غسلت وشها. بتوريكم بقى ان هي مش بقول لكم هي قايمه بدور الام، تحضر اللانش بوكس وهتلبس عشان تروح المدرسه. ما شاء الله عليها، ربنا يحميها يا رب، بنوتة زي العسل الصراحة، دخلت قلبي. هنا بقى خلاص الدور او الجزء بتاع البنوتة الجميلة اللي كانت معانا خلص. هسيبكم بقى دلوقتي تشوفوا شوية ابتكارات كده من الصينيين. انتوا عارفين ان الصينيين بيحبوا يبتكروا ويخترعوا حاجات، بس بجد الحاجات كلها بتعجبنا جدا الصراحة يعني.
هنشوف مع بعض دلوقتي شوية حاجات هم مخترعينها، ونشوف بجد حاجتهم فعلا يعني لها إفادة. في حاجات كتيرة لها إفادة، ممكن قليل خالص اللي بتحس إن ملهاش لازمة، بس الأغلبية لها إفادة. هنا بتورينا بقى إن السلكة التقليدية اللي احنا متعودين عليها أول ما بنغسل بقى حاجة فعلا زي ما انتوا شايفين كده منظرها بتبوظ. بجد برافو عليهم، كل افكارهم او الحاجات اللي بيخترعوها ما شاء الله كلها بجد جميلة جدا، وممكن يعني ايه توفر علينا كتير. حاجة زي كده الغسالة الصغيرة دي بالنسبة للشرابات ممكن تبقى حلوة قوي للي عندها بيبي صغير تغسل ملابسه لوحدها، دي جميلة برضو. الفكرة دي عجبتني جدا، ولو موجودة بجد الواحد يجيبها. الفكرة دي برضو عجبتني، ده منظم تاخدي منه، يعني لو حابة تحطي فيه الرز اي حاجة بقى انت عايزة ايه تاخدي منه وتحفظه لك كده، بدل ما كل شوية تشيلي الكيس ومعرفش ايه. لا دي برضو جميلة جدا، عجبتني الفكرة دي برضو. والفكرة دي كمان جميلة للي عندها طفل صغير، يعني لو خايفة عليه هتسيبه لوحده مش هيقع من الكنبة او المكان اللي هتحطه عليه. هنا بقى زي ما انتوا شايفين الاكياس اللي مخترعينها دي اكياس مش شرط تكون تلاجة على فكرة، بس معرفش بيحطوها بينزلوها في المية كده تقريبا بتقفل او ايه. هنا بتكتب عليها اليوم والتاريخ يعني علشان ما تعرف مدة الصلاحية. دي كمان جميلة جدا على فكرة، دي مش خرام في الحيطة، دي لازقة كده بتلزقها زي ما انتوا شايفين كده، وبتحط عليها بتاعت التوابل دي. يعني دي بقى حلاوتها ان انت ممكن تلزقيها في اي مكان زي ما انتوا شايفين كده، حطيتها فوق البوتاجاز، هتحطها على الميكروويف، في اي مكان هتلزقها كده في المكان اللي هي عارفة ان يعني بتحتاج في الحتة دي مثلا التوابل دي بتحطها فيها. جميلة دي الفكرة دي عجبتني برضو. اسيبكم تكملوا الفيديو وتشوفوا باقي الاختراعات، واتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.